يبقى انا بقى عندي كام؟ بقى عندي 8. وتقول للنجار الشرب بتاعك على 2 ونص. بيجي هو بياخد ايه؟ على 2، بيجي ياخد 2 ونص ويحط مسمار. الخشب بتاعه خليه عالي. مسمار هنا كده. ماشي؟ يحط مسمار هنا، المسمار ده هو بيصب العمود بقى من جوه، يبص يلاقي المسمار ده طالع من هنا، يجي عند المسمار ده يروح ايه؟ واقف بالخرسانة. وهكذا وهكذا، يجي في الاخر عنده ايه؟ العمود كلها على خط واحد. وهكذا. برضه ممكن يقول لي طب انا عايز احط البسطه بتاعت السلم دي، المدخل. عايز على كام؟ هي المفروض ان انا بسلم الجهاز الطريق بتاعي اهو. ماشي؟ بطلع 20 سم بالدور. وبعدين 20 سم يمين. تمام؟ ده الاسفلت. ده الرصيف. ودي الجنينه جوه البيت. ماشي؟ انا عندي مدخل البيت في كام درجه لحد ما اخش على البسطه اللي بتكون عند مدخل باب الشقه. الجهاز بيقول لي ديت المفروض بعد التشطيب انا متر و20 لو كان ده صفر. ده الميزان اللي هيقول لي ولا؟ يعني لو اخترت الاسفلت صفر يبقى انا عندي كام؟ متر و20 مدخل البيت. طيب انا باجي اعمل بقى ايه؟ وقلت للمهندس احمد دلوقتي قلت لي كام؟ متر و10. طب ليه ما قلتليش متر و20؟ عشان انا ارتفع عنها متر التشطيب، ما ده التشطيب الاخير ده. ليه قلت له متر و10 مش متر و20؟ عشان في الاخر انا هيبقى معايا ان انا هعمل السلم ده على متر و10، فانا بدي مساحه وبدي في 10 سم تشطيب. رخام. فانا لازم انزل 10 سم اللي هم بتوع الايه؟ لان دي تبقى خرسانه، يبقى منسوب الخرسانه متر و10. اجي بعد كده احط البلاط الرمل بتاعي يديني كام؟ اللي هو المطلوب بتاعي. ماشي؟ طب السور بتاعي المفروض السور بتاعي ما يكون تحت منسوب الرصيف. يبقى انا عندي حد ادنى للسور برضه عشان احفر له دلوقتي. حسبت برضه عشان خاطر الخرسانه بتاعت السور ما تطلعش بره الرصيف، لازم تكون مدفونه. ماشي؟ فبرضه بحسبها بالايه؟ بالمناسيب. فبيجي انا بالجهاز بقى بالميزان بحط المناسيب دي. يبقى اصبح كل شغل المباني شغل خفيف. طبعا بس معلش، باستثناء ايه؟ اللي هي السور بتاع البيت هيكون بسوى الخرسانه بتاعت المنزل نفسه؟ لا مش شرط. مش شرط. لانه اصل البيت حامل عليه احمال كبيره، فبضطر انزل الارضيه يعني ايه؟ تكون قويه. اما السور يعني عليه سور، عليه مبنى بسيط. فيعني بنزل بالشكل اللي يديني الارض الطبيعيه، وابقى حريص ان الخرسانه بتاعتي مدفونه، لان المفروض اي خرسانه تكون مدفونه. فانا عندي دلوقتي الرصيف ده، منسوب الرصيف ده المفروض يكون الخرسانه بتاعت السور نازله تحت كلها باكملها. فانا عندي منهم او اكتر. يعني مثلا انت نزلت كام في السور هنا في الحفر؟ 60 سم. 60 سم من الاسفلت نزل. خليك معايا بقى، الاسفلت نزل زيرو. الرصيف كام؟ 20. ماشي؟ انا نزلت كام؟ 60، يبقى ناقص 60. ناقص 60 يبقى الحفر بتاعي ناقص 60. ما بين الحفر والرصيف كام؟ ناقص 60 زائد 20 يبقى كام؟ 80 سم. ال 80 سم عندي 40 سمل وعندي 10 سم نظافه يبقى 50. يبقى هو مدفون تحت الرصيف كام؟ 30 سم. يبقى انا كده في الامل. ماشي؟ طيب ماشي. دلوقتي